السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم. كي راكم؟ نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم الفيديو ديال اليوم فرحانين وناشطين يا ربي امين كما انا فرحانه اليوم. هذاك الشيء علاش قلت غادي نشارك معكم الفرحه ديالي. واليوم ان شاء الله غاديه معروضه الاسبوع ديال بنت صاحبتي، وقلت علاش ما نديكمش معايا. وكنت ديجا وعدتكم قلت لكم الا مشيت غادي نشارك معكم القفيطين الا لبستو القفطه اللي شاركت معكم في الفيديو السابق. المهم اليوم غادي تدوزوا معايا النهير ديالي بالاجواء ديالو بالتحضيرات ديالو بكل شيء ليه. نتمنى البنات انه يعجبكم وتقولوا لي كذلك حتى الراي ديالكم في هذا القفيطين. غادي نقول لكم البنات حتى الثمن ديالو صراحه جد جد مناسب الا ما قلتش رخيص. المهم هانتوما معايا. وهذا هو القفيطين البنات اللي قلت لكم عليه، اختاريته البنات انا باللون ديال الغوز، وكما كتشوفوا يعني مخدوم بالصم ومنبتينه بالحجيرات. الموضه ديال هذا العام ديال التنبات. وبالنسبه للخامه ديالو البنات راه ميبرا الاستيك، كتجي مع كاع الفورمات. وفي حالتي الا ما كانش عندك المضمه ديري ليك السميطه ديالو. صراحه زوين، الثمن ديالو البنات 40 ديال الاورو يعني 8000 ريال، يعني اللي غادي يخليك تمشي تكري قميص ولا تكشيطه تاخدي لك قفطان بحال هكا ويبقى ديالك. المهم درت معاه السويك بحال هكا ودرت معاه الشال، هادو هما الاكسسوارات. ودابا غادي ندوز البنات ندور بالحاله. كما كتعرفوا اول حاجه كنديرها دائما ملي كنكون بحال هكا غاديه خارجه معروضه لابد ندير الماسك نغدي البشره ديالي. وكما كتعرفوا انا البشره ديالي عندي جافه، هذاك الشيء كنختار ديما هاد الماسك ديال لافوكا كيغديها وفي نفس الوقت كيخليها شويه تكون مدسمه. المهم هاد الماسك شاركت معكم اكثر من مره، وكناخذوا البنات اللي اول مره غيشوفوا هذا الفيديو كناخذوا من البريمارك وكناخذوا غير ب 90 سنتيم، يعني ما كاملاش حتى اورو. زوينه البنات وافيكاس، كديريه على الوجه ديالك وكتمشي ترتاحي تقريبا ربع ساعه وكتبان لك البنات النتيجه. وكما كتعرفوا انا ما كنديرش الماكياج ابدا ابدا، يعني كندير ماكياج خفيف واخا نكون معروضه. صافي البنات كما كتشوفوا معايا من بعد ما دازت ربع ساعه، الا كانت عندك البشره بحال هكا بحال ديالي ناشفه كيتشربها كيولي ناشف كاع هذاك السائل اللي كيكون في هذا الماسك. كتشربوا البشره ديالك. وكما شفتوا معايا وكما قلت لكم هادو ملي كتكونوا ناعسين راه كتردوهم على عينيكم بحال هكا بحال هكذا. صراحه واحد الماسك اللي هو زوين ما خصش يخطاكم البنات. الثمن ديالو كما شفتوا معايا راه ما غاليش بزاف. وصافي ومن بعد ملي ما كتشوفوا من بعد ملي كينشف صافي كنحيدو. ها نتوما البنات تحسي واحد الراحه ما نعاود ليكمش. المهم الماسك شاركته معكم كما شفتوا. دابا غادي ندوز نكمل ان شاء الله باقي التحضيرات وها نتوما معايا. انتما البنات شفتوا القفيطين ديالي كيفاش راه، يعني لا من ناحيه الثمن ولا من ناحيه الموديل ولا من ناحيه كذلك حتى الشكل. كاينين بزاف ديال البنات، حتى انا كنت منهم ما كنزعمش على هاد الحويجات التقليديين ناخذهم جاهزين. كنقول يمكن ما فيهمش الجوده ما فيهمش بزاف ديال الحوايج. مي ملي جربته كما كتشوفوا معايا صراحه زويون والخامه ديالو حتى هي زويونه. احسن من ملي كنبغيو ننزلوا للمغرب صراحه كننزلوا باش نحوصوا باش ندوروا. كنقولوا غنمشيو عند الخياط، كتمشي عند الخياط خاصك تاخدي الثوب خاصك تفصليه خاصك تخيطيه تجيبي لك تكشيطه ولا القفطان ولا القميص وتحطيه في الماريو وتسناي اللي يعرض عليك. وشوف واش كاينه شي عراضه واش كاينه شي مناسبه. الا ما كانت حتى حاجه تيبقى في الماريو حتى تيدور عليه العام صافي وكيكون الموديل ديالو صراحه نخرج. المهم هذه فكره غير حبيت نشاركها معكم البنات. دابا قالت لنا السيده حاولوا تجيوني مع 12 لحقاش شاده واحد لوكال جيوني مع 12 قد. المهم البنات كما شفتوا الطريقه اللي لبستها به شديته وشمرته لحقاش طويل، يمكن هذا هو الديفو اللي فيه طويل، يعني ماشي بحال الجلابه اللي غادي تلقيها وتلبسي عليها الكبيبيط. المهم جاني كما هكا كما كتشوفوا جاني بحال شي غوب.
اصلا مول الدار غادي يحطني البنات شويه بعيد على المحل، يعني خاصني نتمشى شويه على رجليا، وغيبقى غيبقى غادي ومجرجر ليا في الارض. قلت ندير ليه بحال هكذا، وفي نفس الوقت ما يبقاوش نديدات يبقى يشوف فيا. المهم البنات انا غنديكم معايا تحضروا معايا، نتمنى ان شاء الله ما يعجبكم. وقالت لينا بلا غادي ديروه بطقوس مغربيه بالحنينه ديالو بكل شيء ليه. المهم وصلت انا وصاحبتي كما كتشوفوا حنا الاولانيين، وصبنا باقي ما جا حتى شي واحد. كاينين جوج صالونات، هذا الصالون فيه 3 ديال الطبيلات كما غادي تشوفوا معايا، وواحد الصالون فيه غير طبيله وحده. المهم غادي ندوز مع حد باقي ما جا حتى واحد، غنصور لكم البوفي كيفاش راه. كما كتشوفوا معايا البنات ها هما جاو وجابوا معاهم حتى وليداتهم وملبسينهم حتى هما اللباس المغربي التقليدي. وكما كتعرفوا حنا هنا في المهجر ولا في اوروبا يعني والله العظيم ما كنصدقوا بحال هكا شي حفله ولا شي اسبوع نمشيو ليه نلبسوا حتى حنا اللبس ديالنا اللي فصلنا من المغرب وحاطينه في الماريو، نلبسوا فيه الذهيبات ديالنا. المهم كنتجمعوا كنحاولوا بما امكن نخلقوا لينا واحد الجو مغربي. ايوا هانتوما كتشوفوا معايا مولات الحفل ولا مولات السبوع نايضه كتشطح كتدشل ليهم في القاعه. المهم هنا قدمت لينا ملي يلا دخلنا، قدمت لينا الحليب والتمر وكذلك العصير وحلوه لاكريم. كما قلت لكم طقوس مغربيه بحال حنا في المغرب. هي كما كتعرفوا كلها في خير وفي محله، ولكن كنتجمعوا بحال هكا غير باش ننشطوا وباش نحيدوا علينا شويه لو ستريس ديال الحياه. اما الماكله راه فما مشيتي والكرش اللي عطيتيها كتشبع به. الحمد لله البنات على كل حال، الله يجعلها محبه ديما، والله يجعلنا ان شاء الله ديما هازين رايه المغرب الفوق الفوق. ايوا الحصول البنات هنا راه الموت ديال الضحك، خاصكم تشوفونا وحنا كتفرق علينا هاد الميكات. جابتهم لينا مولات الحافل وقالت لينا مرحبا بكم، ها نتوما خذوا الميكات حطوا فيهم الحلوى ديو لوليداتكم يذوقوا، ولا ديو حتى لداركم وعمروا كاس ديالاتي وجلسوا كلوهم. الله العظيم ضحكنا حتى شبعنا ضحك. وفعلا مع كما كتعرفوا في المناسبات كناكلوا اللحم والدجاج والديسير، ما كيبقاش كاع البلاصه ديال الحلوى. وراني قلت لكم انا نفس الطقوس. ايوا دابا غادي ندوزو بعدا نهضموا، ندوزو نشطحوا نهضموا النيت.
كما شفتوا البنات صراحه لعبنا وشطحنا وكلينا وشربنا، يعني ما كاينش الريجيم. الحمد لله كما شفتوا الخير موجود، الله يجعلها نعمه دايما ويا ربي تحفظها من الزوال. المهم كما قلت لكم حطت لينا بجوج بلاطوات في الطبله، يعني راه الحلوه بزاف صراحه. داك الشيء فرقت علينا الميكات وقالت لينا انتم سيروا ديو حقكم حتى لعند وليداتكم وعمروا بالريد ديالاتي وكلوا على خاطركم. ايوا واش غنقول لكم البنات الموت نتاع الضحك. ايوا هنا كما كتعرفوا من التقاليد ديالنا ديال المغاربه، ملي كتسبع المراه كتشد الحنه وكدورها على صحاباتها بحال هكا، يحنن قلب وليداتنا علينا وفي نفس الوقت يحبب خلقه فينا. واش غادي نقول لكم، هادو تقاليد صراحه ما بقاش كدار، يعني اندثرات مي باقين الناس كيديروها، وحنا كنحاولوا هنا في اوروبا البنات نرسخوها ونعلموها لوليداتنا. اش غنقول لكم صحاب الشيكيه بحالي انا درنا غير شويه الباروك وكاينين شي دريات مزونيت الحنه، والله العظيم لا داز هذاك الشتي وغزال. كما كتشوفوا معايا جات مولات الحفل شخصيا دارت علينا وحده لا بالحنه، ولا كما كتشوفوا دابا دارت علينا بالتسويك وبالكحول وبالمزهر وبالقرنفل مع الموارد. اش غادي نقول لكم، يعني هذاك شي تقاليد وطقوس مغربيه الله يعطيها صحيحتها والله يخلي ليها وليداتها وكلي ليها هاد العزمه ان شاء الله تكبر في عزها لا هي ولا باباها، وتشوفها ان شاء الله كيف ما بغات وكيف ما تمنات، وحتى نتوما تشوفوا وليداتكم كيف ما بغيتوا يكونوا في اعلى المراتب. وكما كتعرفوا راه ما كاينش اللي كيبغي وليداتو يكونوا محسن منه قد الوالدين، الحمد لله. واللي ما عندهاش الوليدات الله يرزقها الذريه الصالحه يا ربي امين. بهذا الشكل كنكون ساليت معكم الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استمتعتوا معايا فيه وكذلك دوزتوا معايا وقت زوين، وما كيسعني الا نقول لكم باي باي مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.